اهلا ماما، اتفضلي. اهلا بيكي يا بنتي. اتفضلي هنا في الصالون. والنبي ما انا قاعده الا هنا، هو انا غريبه يا بنتي؟ طب على كيفك يا ماما، اتفضلي مطرح ما يعجبك. جوزك يا بنتي جالنا وسايباه مع ابوكي عمال بيشتكي له منك. هو حصل ايه تاني؟ ولا يشتكي ولا حاجه، انا مش قاعده له. ازاي بقى يا بنتي؟ مش تطولي بالك، ده جوزك راجل طيب وصالح، وما تنسيش ان فيه بينكم 4 عيال. يا ماما انا زهقت خلاص، كفايه. فضلت مطوله بالي عليه 7 سنين دلوقتي، انا خلاص ما بقتش اقدر استحمل اكتر من كده. يا عليا يا بنتي خليكي عاقله، انا بس مش قادره افهم انتوا ازاي لحد دلوقتي ما انتوش عاوزين تتفاهموا وتعيشوا كويس زي ما خلق ربنا؟ ولا في سر مخبياه عني يا عليا يا بنتي؟ قوليلي، ده انا امك برضه. ولا سر ولا حاجه يا ماما، هو عصبي وانا عصبيه، ولا فيش بينا اي تفاهم. بصراحه يا بنتي انا ولو اني ما بملش كتير لجوزك، لكن قال على راي المثل ان كرهتوهم ما تكذبوش عليهم. انا مش شايفه فيها عيب ابدا، والراجل طيب طيب صحيح. كون جوزك عصبي عليا ده ما يبقاش عيب، واجب عليكم تستحملوا بعض عشان ولادكم اللي مالهمش ذنب. يا ماما ما تتعبيش نفسك، احنا خلاص اتفقنا. اتفقتوا على ايه؟ على الطلاق. بتقولي ايه؟ حبريم الحق والمستحق ويطلقني. انت اتجننتي يا شيخه؟ تفت من بقك، الطلاق قال. هو ما قالش لبابا؟ يا شيخه خليك عاقله، ولادكم ال4 اللي زي القطط المغمضه يروحوا فين؟ هسيب له حماده وفاطمه واخد ساميه وكمال، عشان كمال لسه طفل. وابوكي فكرك يوافق هو ولا اخوكي؟ ايوه يوافق، وان ما كانوش هيوافقوا والله لا موتهم. ليه بس يا ابني ما تطول بالك؟ لا خلاص احنا اتفقنا. طب ما دام اتفقتوا، امال مالك زعلان ليه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. اتفقنا على الطلاق. بتقول ايه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ. والله يا عمي هو ده الحل الوحيد، لان عليا اصبحت عشرتها صعبه عليا، هتتسبب لي في هدم الاسره. انا راجل عندي اولاد صغيرين وعايز اربيهم. يا ابني ما تسيسها، ده انت راجل برضه تقدر. والله يا عمي انا ما خليتش طريقه تخطر على بالك الا ونفذتها، لكن بكل اسف فشلت كلها. طب استنى يا ابني لما امها ترجع ونشوف قالت لها ايه. هتقول لها زي ما بقول انا دلوقتي، هي مصره على الطلاق وانا موافق، والاحسن ان كل واحد يروح لحاله. والله يا ابني انا ما اقدرش اجبرك على شيء رغم ارادتك،